الحاج محمود وزوجته عايشين في منطقة عين شمس. هما الاتنين لوحديهم ومعهمش حد. فجأة الناس لقيتهم اختفوا. أيام مش يوم واحد. والراجل اللي كان متعود يصلي كل يوم ويروح الجامع ويعدي على الناس ويسلم عليهم ما ظهرش. والحاجة اللي بتفتح شباكها وتصبح على جيرانها ولا تنده على خضار، مفيش حد بينده من بيت عندهم ولا حد بيظهر من هناك. وهنا الناس قلقت عليهم، بس قالوا يمكن يكونوا سافروا، لغاية لما شموا ريحة وحشة في بيت الحاج محمود. واتصلوا بالشرطة اللي جت كسرت الباب ودخلوا يشوفوا ايه اللي جرى جوه. واتفاجئوا ان الراجل على كنبه ومقتول بطعنات كتيره وجثته بدأت تتحلل. اما الزوجه كانت موجوده في المطبخ وبرضه واخده طعنات في رقبتها وفي جسمها، وبرضه جسمها بدأ يتحلل. وهنا بدأ البحث عن مين اللي قتل الراجل والست، الناس الكبار في السن اللي معهمش حد اصلا بيخش عليهم، والناس اللي سيرتهم طيبه. الراجل معروف ان هو كان تاجر وعنده فلوس، وان هو دايما بيحط فلوس في بيته، والست عندها ذهب. هل ده هو الدافع والسبب في اللي جرى؟ فعلا، لانه لقوا ان الست كان عندها ذهبها واختفى، ودولابها مفتوح مخطوب منه فلوس، بس مش معروف قد ايه. هو كان عارفين ان هو عنده فلوس، بس قد ايه خدوا ما يعرفوش. وكان امكانياته الماديه عاليه، وناس كتير لما كانت بتقصده كان بيقف معاهم بمبالغ، يعني الراجل معاه فلوس. من هنا كان الهدف من القتل السرقه، بس مين اللي قتل الناس دي؟ بدأ يبصوا على الكاميرات، ما قدروش يتوصلوا بحاجه، بس جه شهاده شاهد قال كلمه وكانت هي خط السير اللي مشوا وراه. قال لهم ان انا شفت واحد من قرايب الحاجه في اليوم دوت. مين؟ قال لهم مصطفى، ده يبقى ابن اختها، وكان دايما بيعدي عليها ويقعد معاها شويه، وفي اليوم ده انا شفته هو في الشارع. معرفش بقى اذا كان راح زارهم ولا ما زارهمش. من هنا بدأت الشرطه تجيب مصطفى ويستجوبه. مصطفى طالب في كليه الهندسه، ولد مجتهد، ولد بعيد عن اي شبهه. لما اتكلموا معاه لقوه فعلا كل كلامه صح، وان هو كان في مكان وثبت وجوده، انه ما كانش في المكان اللي فيه عم خالته. قال لهم انا بزور خالتي صح من وقت للتاني، حتى من ورا ابويا، لان في مشاكل بين امي وبين خالتي، بس انا بزورها وبودها. بس ما لقوش حواليه اي شبهه. ومن كلامه فهم ان هو ليه اخ توأم شكله بالظبط، فاتجه الاتهام ناحيه الاخ التوأم. ولما جابوه وسألوه كانت المفاجأة ان الولد ما قدرش يبرر مكان الوقت الواقعة دي كان فين. كلامه كله كذب، وبعد ضغط عليه كانت الحقيقة واللي قالها بالظبط. قال ان هو بيشرب، وان هو ليه صحاب بيشربوا مع بعض، ولما احتاجوا له فلوس واحد اسمه هيثم صاحبه قال له انت هتحتاج فلوس وعندك خالة غنية وجوزها عنده فلوس قد كده، ما تيجي ناخد منهم فلوس. قال له عمرهم ما هيدوني فلوس، تعرفين انا بشرب وانا فسدان، لا يمكن حد هيديني منهم فلوس. قال له خلاص يبقى احنا نطب عليهم وناخد اللي عندهم. والفكرة عجبت مصطفى وزميله التاني اللي اسمه مصطفى برضه، وبدأ يحددوا الميعاد اللي هم هيطبوا فيه على خالته وجوز خالته وياخدوا منهم الفلوس اللي عندهم. في اليوم دوت مصطفى كان في الشارع، وهيثم كان معاه طالعين لبيت خالته، بس هو وقف على السلم، ومصطفى ابن اختها خبط عليها، فتحت له الباب ورحبت الست ابن اختها ودخل وقال لها انا هعمل لكم كوبايتين شاي عشان انتوا ما قعدتش معاكم من زمان. الناس مأمنة، ودخل عمل الشاي، وهنا حط لهم منوم في الشاي. الراجل شرب كوباية الشاي بسرعة خلصها، عشان كده هو اكتر واحد اتأثر بالمنوم، وجه على الكنبة بتاعته اللي متعود ان هو ينام عليها وراح نايم. اتاريه المنوم أثر عليه ودخل في النوم فعلا. الحاجة لسه كانت بتشرب كوباية الشاي، يا دوب خدت يمكن نصها، بدأت تحس بدوخة والوضع مش طبيعي. دخلت المطبخ تجيب حاجة، الولد دخل وراها فاكر انه هو هيلاقيها واقعة ولا نايمة، بس هي كانت صاحية. الحاجة كانت طالعة من المطبخ، لما طلعت لقت هيثم صاحب مصطفى اللي هي عارفاه برضه، بس عمره ما دخل بيتها. لا مصطفى بيفتح له الباب الشقة ودخل عندها، فسألته في ايه ما ادوهاش فرصة. هيثم دخل على الراجل النايم بسلاح ابيض وخلص عليه الرقبة وطعنات في الصدر واماكن مختلفة، متأكد ان هو مات. في الوقت ده كان ابن اختها كاتم نفسها، وهيثم دخل عليها بنفس السلاح برضه وخلص عليها طعنات مختلفة الرقبة والصدر. الست ماتت مطرحها
على الأرض والراجل في الكنبة اللي هو كان مقتول فيها. ومصطفى التاني اللي هو يعتبر نضورجي بيعرفهم اللي بيحصل تحت وفي حد جاي ولا مش جاي. التلاتة كانوا مع بعض شركاء في الجريمة، اتقبض على التلاتة واتحكم عليهم التلاتة بالإعدام. والفلوس اللي هم خدوها قدروا يجيبوا جزء منها، والذهب اللي هم باعوه قدروا ان هم يرجعوه. بس طبعا الحاج محمود ومراته صحاب الذهب والمال هم اللي رجعوا، هم اللي راحوا وما رجعوش. ودي عقوبة كل واحد بيتهيأله ان هو انصح وان هو من حقه ياخد مال الغير ولو بأي طريقة. وشبابنا ناخد بالنا من تربيتهم، واللي تعرف حد مدخن يا ريتك ما تدخلوش بيتك. الناس اللي بتشرب حاجات خلي بالكم منهم ما تدخلهمش، لان هم حتى لو قريبك في يوم هيبصوا لك على ان انت صاحب مال، وهم عايزين المال ده هيتصرفوا ياخدوه بالسرقة او بالقتل.